السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الكورة. النهاردة هنستعرض أهم الصفقات اللي حصلت خلال الأيام اللي فاتت، سواء في العالم أو في مصر أو في العالم العربي، وخاصة طبعا أقوى دوري دلوقتي الكل بيتكلم عليه هو الدوري السعودي. نبدأ الأول بالدوري السعودي. كان أكتر حاجة يعني حصلت منذ دقائق انتقال رياض محرز من مانشستر سيتي إلى أهلي جدة. ده آخر حاجة حصلت من ساعات. وقبلها الصبح النهارده ماني خلاص على ابواب النصر. يعني انا مش عارف الدوري السعودي هيروح لفين، بس يعني بجد نجاح ما بعده نجاح. وتحية للمسؤولين عن الدوري السعودي بجد، يعني بجد هيبقى دوري قوي جدا السنة الجاية، وهيبقى كلنا هيبقى متابعينه جدا وايه الاحداث واللي هيحصل. وطبعا عندنا طبعا في طارق حامد بيدعم اتحاد جدة، ومع احمد حجازي ولكنه هو مصاب، ويرجع ان شاء الله باذن الله يرجع بالسلامة معاه في اتحاد جدة، عشان يلحقوا باذن الله يلعبوا كاس العالم للانديه اللي هتتلعب اخر السنه دي في السعوديه برضو، ومشاركه الاهلي ان شاء الله. توفيق ليهم جميعا. وطبعا مانشستر سيتي هيبقى موجود برضو. فهنقدر نقول ان النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه، وطبعا في السعوديه اللي هي خلاص بتواجهه لكبار النجوم وكمان كبار المدربين، يعني لان جيرارد خلاص يعني خلاص اصبح دلوقتي ماسك نادي الاتفاق السعودي خلاص. وعندنا بقى بقية الصفقات التانية اللي حصلت. عندنا في عندنا اوباميانج خلاص راح مارسيليا من تشيلسي. عندنا زاها راح من كريستال بالاس لجلاتا سراي. في عندنا برضو من الصفقات التانية العالمية الجديدة اسكو، لاعب ريال مدريد السابق، كان بيلعب السنة اللي فاتت في برلين، هيرسا برلين في الدوري الألماني، رجع تاني أسبانيا ورجع لنادي ريال بيتيس. عندنا برضو من ضمن الصفقات دلوقتي نقول الصفقات دلوقتي المحلية. في النادي الأهلي خلاص علي لطفي في الطريق إلى زد، وشادي حسين راح زد. وعندنا كمان في مصطفى ميسي خلاص برضو هيروح زد. دول الثلاثة. وفي أحمد مدبولي مشي من الإسماعيلي راح البنك الأهلي. وفي محمد شحاتة هو لاعب طلائع الجيش ومضى للزمالك، ولو كان هو توقف بس على ان نادي الزمالك يرفع موضوع القيد، ونادي الزمالك منتظر ان يعني يجيله فلوس، وخاصة مستني البطولة العربية إيه اللي هيحصل فيها عشان خاطر يقدر ياخد الفلوس. طبعا عارفين جايزة البطولة العربية هي 6 مليون دولار، ده الأول، والتاني 2 مليون ونص. فطبعا منتظر يشوف المشاركة عشان يقدر يجمع فلوس ويخلص بيها إيقاف القيد، يرفع القيد عنده زائد الصفقات. دي يعتبر من ملخص سريع لأهم الصفقات اللي حصلت الأيام اللي فاتت سواء محليا وعالميا. في عندنا طبعا نقدر نقول البطولة العربية اللي حصل في أول يوم اللي هو كان امبارح. البطولة العربية شفنا بداية المباراة، بداية افتتاح البطولة، نادي السد اتعادل مع نادي الوداد المغربي، سد القطري الوداد المغربي اتعادلوا 0-0. ودي أول مباراة. تاني مباراة وهي في نفس المجموعة عندك الصفاقس ونادي الشرطة العراقي، خلص 1-0 للشرطة العراقي، والنتيجة دي تسببت في إقالة كابتن حسام البدري. وكابتن حسام البدري بعد الإقالة دي هو بيقترب من أندية كتير في الدوري المصري الممتاز، بس أقربهم هو نادي فيوتشر. نادي فيوتشر هو أقرب نادي هيتوجه له كابتن حسام البدري عشان يقوده في الموسم الجديد خلفا لعلي ماهر، وكمان يقوده في الكونفدرالية. والماتش برضو شفنا ماتش الهلال وماتش اهلي طرابلس، خلص التعادل 0-0. وطبعا كانت مفاجأة كبيرة ان نادي الهلال تعادل 0-0 على ارض وسط جمهوره قدام اهلي طرابلس. يعني انا عايز اقول لكم ان في ليبيا الدوري كله تقريبا بيتلعب على ملعب او اتنين. يعني هو ملعب بنينيا اللي في طرابلس كلنا عارفينه من النجيل الصناعي، ده اللي بيتلعب عليه البطولة تقريبا كلها، قصاد بقى الامكانيات الهلامية في الدوري السعودي. يعني نادي الهلال اتعادل، كانت مفاجأة كبيرة، خلص 0-0. وطبعا كان آخر ماتش شفناه كلنا هو امبارح ماتش بنزيما أو الاتحاد جدة. قدر يكسب، يحاول تأخره قدام الترجي 2-1. وكان الترجي يفاجئ الجميع ان هو تقدم بجون عن طريق أسامة أبو جرة، وتعادل بعد كده الاتحاد وجاب بنزيما هدف الفوز. وطبعا كلنا شفنا مشهد طارق حامد وهو بيحضن كريم بنزيما ومعاه نيجولو كانتي، يعني تحس ان هو مشهد ولا في الاحلام. يعني ان انت تشوف لعيب مصري مع كريم بنزيما مع كانتي وبيلعبوا قدام الترجي، فتحس ان هو حاجه خلطه غريبه. الواحد لو كان في غيبوبه وصحي
يعني ممكن يخش في غيبوبة تاني بعد اللي يشوف بعد اللي يشوف اللي بيحصل ده يعني. فدي كانت ابرز احداث اليوم الاول اللي هو كان امبارح. النهارده طبعا في مباريات كتير. طبعا الساعة 10 بالليل في الشباب والنصر، وفي نفس المجموعة الزمالك النهارده الساعة 6 برضو إن شاء الله في الزمالك إن شاء الله واتحاد المنستير. وعندنا طبعا الساعة 4 في ماتش بين ماتش بتاع مباراة الرجاء هتتلعب النهارده مع شباب بلوزداد الساعة 4. وفي ماتش الساعة هيبقى ماتش، ده ماتش أفريقي، ماتش آسيوي بقى الوحدة الإماراتي مع الكويتي هيتلعب الساعة 8. وبرده تاني بكرر عشان خاطر لو ما كانش حد يعني شاف الفيديو الاولاني بتاعي، نادي البطولة العربية كلها اللي عايز يشوفها يقدر يشوفها على قنوات SSC. اللي ما عندوش اي جهاز استقبال بيقدر ينزلها عن طريق جوجل، ينزل عن طريق ابلكيشن الاسطورة او ابلكيشن ياسين TV. دول الاثنين الابلكيشن فقط لا غير اللي هم تقدر تشوف من خلالهم البرنامج. انا مجربهم عندي الاثنين والاثنين شغالين تمام. فتقدر تشوف البطولة كلها وماتش الزمالك النهاردة وماتش الزمالك يوم الاثنين الجاي مع الشباب الساعة 6 برضو، ويوم الخميس هيبقى مع النصر الساعة 6 برضو في ختام المجموعة. وهنشوف طبعا ان شاء الله باذن الله. خدوا بالكم يعني الزمالك مجموعة الزمالك سواء طلع او اول او طلع تاني هيقابل اللي في المجموعة التانية اول او تاني، اللي في المجموعة اللي فيها الرجاء وشباب بلوزداد والوحدة الاماراتي والكويتي. فأتمنى التوفيق للزمالك ممثل الكرة المصرية، وأتمنى التوفيق برضو في الأهلي لأن برضو هيروح السعودية في كأس العالم للأندية. أكيد الأهلي هيبقى شرف مصر طبعا وكل حاجة، وهيبقى مع مانشستر سيتي وتبقى بطولة قوية شهر 12 اللي جاي، وبرضه هتتذاع على قنوات SSC وهيبقى نفس التطبيق بنفس كل حاجة. كل الشكر وكل التوفيق ليكم جميعا، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.